السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على فيديوهاتنا. هنعمل مع بعض ان شاء الله النهارده طواجن الميلفي، او بصوا يعني زي ما تقولوا تورته الميلفي. لو انت حابه تعمليها تورته، عايز تعمليها طواجن، طريقتها سهله وبسيطه جدا، من غير بقى كيك، من غير فرن. مش هنتعب فيها خالص. لو اول مره لسه انك تعملي حلويات، هتبقى معاكي سهله وبسيطه، وان شاء الله باذن الله مش هتفشل منك، لان الموضوع بسيط جدا جدا، والتزيين بتاعنا هيبقى رقيق ومش محتاج مثلا اي افتكاسات مننا ولا اي حاجه. هنقول مع بعض مقاديرنا تبقى ايه. هي عباره كمان عن مش مقادير اصلا يعني. جبنا ايه وعملنا ايه، هنقول مع بعض بالخطوات. بس ان شاء الله اللي لسه ما يعرفناش، انا اميره سطور، مطبخنا بسيط وسهل جدا، مطبخ اميره ومسا سطور، بنقدم وصفات سهله ولذيذه. يلا بينا انزلي حطي اللايك بقى والكومنت الحلو منك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشترك عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. قبل اي شيء الاول هنجيب قطعه من الشوكولاته مكعب عادي جدا، هنحطه عشان نملى بيه قوالب الشوكولاته بتاعتنا. ده من ضمن التزيين. لو انت مش حابه تعملي التزيين ده يرجع لك، وحسب ما الحاجه اللي موجوده عندك تبقى متاحه. ده قالب شوكولاته هنحطه الاول يسيح مننا في حمام ميه، او هتعمليه على حمام مائي. انا بعمله ازاي؟ الموضوع بيبقى سهل جدا معانا. بجيب الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده، واحطها في كيسه وافرغ منها الهواء تماما، واروح ربطها كويس واحطها في ميه كانت مغليه، وسايباها لحوالي 10 دقايق كده. هتبقى معاكي زي ما انت شايفه كده، طريه جدا، ما فيهاش اي تكتلات خالص. وبعدين هتقصي بقى حاجه صغننه كده من طرف الكيس، وتبداي تملي ورق الترانسفير اللي انت شايفاه ده. ده من ضمن التزيين اللي انا هزين بيه الكبات اللي احنا هنعملها، اللي هي كبات الميلفي. انت لو مش حابه تعملي التزيين ده وحابه تعملي اي تزيين يرجع لك، ده حاجه ترجع لك انت حسب الحاجه المتاحه عندك في التزيين. هامله بقى هامله سوري الورق الترانسفير ده كله، اللي انا بشوف اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، عفوا. اي تزيين يرجع لك متاح عندك ممكن تعمليه. انا علشان هعمل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، فانا اضطريت ان انا اعمل الكلام ده عشان خاطر ازين بيه بس الشكل من فوق. ده ورق ترانسفير بيجي من عند مستلزمات الحلواني. الورق ده مش غالي خالص، تقريبا الورقه دلوقتي ممكن تعملها 3 جنيه ونص او 4 جنيه. بتقعد معاكي فتره كبيره جدا، ممكن تستخدميها مره تانية. ولكن طبعا لو يعني ايه الالوانات الصغننه اللي انتوا شايفينها دي، الابيض والاحمر ده مش هيبقى موجود في على شكل الشوكولاته من فوق. بس ممكن تستخدميها تبقى مثلا ايه، بونبونايه من غير التزيين اللي هو الاحمر والاسمر اللي فيها من فوق ده. ممكن يعني تستخدميها مرة تانية من غير الاشكال الملونة اللي عليها. هنيجي بقى نعمل الكريمة، عشان طبعا مش هنعمل كيك ولا اي حاجة بقى. زي ما قلت لكم موضوع سهل وبسيط جدا. الكريمة مقدارها انا هقول لكم عليه، المقدار المظبوط في اي كريمة ممكن تشتغلي بيها. هتحطي كوباية من الكريم شانتيه، عليه كوباية من المية المتلجة، عليه معلقة ونص من اللبن البودر او معلقتين، ده حسب ما يرجع لك يعني. لو انت مش هتحطي لبن عادي، حطي معلقتين زي ما انا حطيت كده. لو هتحطي لبن عادي، ممكن تحطي نص معلقه لبن بودر، او ممكن ما تحطيش لبن بودر خالص، بس هو في كلتا الحالتين بيطعم اصلا الكريمه. وكمان هحطي معاهم معلقتين من السكر البودر، وهنحط معلقه من الكريم باستري برضو، ده اختياري، لو عندك ماشي، لو ما عندكيش مفيش اي مشاكل خالص. يبقى الاساسي في الكريمه مقاديرها المظبوطه: كوبايه كريم شانتيه، عليها كوبايه من الماء المتلجه، عليها معلقتين من السكر البودر، والاختياري بقى معانا معلقه كريم باستري، معلقه ونص من اللبن البودر. هتضربيهم زي ما انت شايفه كده. بصي بقى، في الطريقه دي احنا عايزين الكريمه تبقى سايله معانا شويه، مش عايزينها متماسكه قوي. علشان ايه؟ احنا مش هنجلس. فساعتها زودي كوبايه ونص من الميه المتلجه على كوبايه كريم شانتيه. ده المقدار المظبوط معانا اللي هيطلع لك الكريمه طريه. طبعا هنجيب الملفي ده برده، بنجيبه من عند مستلزمات الحلواني زي ما انتوا كنتوا شايفينه كده، وهنكسره خالص بحيث ان هو يكون كله ناعم زي ما انتوا شايفين. الملفي بيجي برده من عند مستلزمات الحلواني يا جماعه. كل حاجه من عند مستلزمات الحلواني، مش هتدوري عليها كتير. هتجهزي بقى الطواجن بتاعتنا او الكبات اللي انت هتعملي فيها حسب المتاح عندك. ممكن تعملي في طواجن، يعني انا هنا عملت في الكبات دي، وكمان جبت من اللي هي الطواجن الصغننه اللي هي بتاعه الرز الريزو دي، برضو عملت فيها. حطينا بقى طبقه من تحت كريمه، وهتنزلي بقى بطبقه كده من الميلفي اللي احنا مكسرينه كده عامينه خالص، وهنحطها فوقيهم برضو طبقه من الكريمه تانية. الفيديو شارح نفسه ان شاء الله، وهيبقى سهل معاكم. ده بقى طاجن اهو زي ما قلت لكم، ده اللي هو بتحط فيه الرز الريزو. عايزه اقول لك ان الموضوع ده فرط معاكي كتير جدا جدا، ما اخدش مننا وقت نهائي. حلويات حلوه قوي، لو عندك عزومه هتنفع قوي قوي. بصراحه انا بحبه قوي قوي. كمان عم بعمل الكيك اللي هو السبونج، وبعمله في الكبات كده، بيبقى اخف واسهل، وهو محبوب اصلا كمان عن كبات السبونج او الكيك.
يبقى احنا عرفنا مقدار الكريمه بتاعتنا. لو انت حابه تخففي الكريمه كمان عن كده، بس طبعا الكريمه بتاعتنا دي احنا بنجيبها من نوع نضيف يعني، اللي هي المتحده، بتبقى حلوه قوي ما شاء الله، جميله يعني. فانت ممكن كمان تزودي ربع كوبايه من الميه. انا بحبها بصراحه تقيله، بس في المحلات بيدوها لك خفيفه شويه. ولكن احنا عشان في الحر لو طلعتيه مثلا وتساب بره شويه ما يسحش منك جدا. انا اضطريت ان انا ازود الكريمه كده، يعني قصدي ان انا ما ازودش الميه واخلي الكريمه تقيله، لسبب ان انا اصلا كنت عامله الحلويات دي الحقيقه لزمايلي في الشغل. فانا كنت خايفه وانا واخداها معايا شغل انها تسيح مني في الطريق، لان دلوقتي الجو حر زي ما انتم شايفين. فما كنتش بصراحه مخففه الكريمه قوي عشان تبقى متماسكه وشكلها حلو. انا بقى جيت هنا المفروض ان انا سويت الوش، وانا ما كنتش حابه ان انا اسويه، لاني يعني لو تبصوا في اللي في النص ده انا سبته، بس سويت بس ايه البوزه بتاعت ايه القمع بتاع الكريمه كده مش اكتر، عشان انا هحط عليها جيلو. لاني كنت حابه ان رسمه القمع اللي هو التيب يعني تبقى شكلها مدور زي ما انتم شايفين، لان هتبان من تحت الجيلو، يبقى شكلها حلو يعني. جبنا بقى التزيين بتاعنا، وزي ما قلت لك التزيين ده اختياري. جبنا جيلو اللي احنا بنجيبه برده من عند مستلزمات الحلواني، الكيس الكبير ده ب20 جنيه، او ممكن بقى دلوقتي ب25 جنيه. هو عندي بقاله مثلا ايه يعني تقريبا بقاله شهر كده يعني. باخد منه زي ما انا عايزه وبسيب الباقي في التلاجة، ما بيحصلوش اي حاجه. هخفه بقى بمعلقتين من الميه كده حسب القوام اللي انا عايزاه. اي نوع جيلو عندك، ده جيلو مانجا واللي قبليه كان جيلو فراوله. وكمان هعمل جيلو كراميل نفس الطريقه بالظبط. اخدت منهم معلقتين 3 كبار حسب الكميه اللي انت عايزاها، وهتزودي مثلا ايه معلقتين كبار من الميه، وتفضلي تقلبي لحد ما يوصل للقوام اللي انت عايزاه. عايزاه خفيف، عايزاه تقيل، بس زي ما قلت لكم انا حبيته تقيل عشان ما يسحش مني وانا واخداه وماشيه بيه. ده بقى الكراميل، ما حاولش ان انا ازود في تزيين الكراميل، لان مش كل الناس بتحب الكراميل، لانه بيبقى له نكهه مسكره شويه زياده يعني عن اي جيلو تاني. فطبعا الكراميل ده بيبقى فيه ناس معينه اللي بتحبه بس يعني، فانا ما حاولتش بقى ان انا ايه اكتر منه في التزيين، لان طبعا ما اعرفش اذواق الناس ايه في الكراميل الحقيقه. بس هو حلو جدا بصراحه، مش وحش خالص يعني. هنا بقى جاهز معانا جيلو الكراميل وجيلو الفراوله وجيلو المانجا، وزي ما قلت لك تاني التزيين ده يرجع لك حسب ما انت تحبي، بس ده ابسط واسهل تزيين ممكن ان انت تعمليه. يعني بصوا ما اخدش مننا وقت، ما اخدش مننا افكار كتير، ما اخدش مننا يعني ايه اللي هو خامات اكتر. لا الموضوع بسيط. وبعدين كيس الجيلو ممكن يقعد معاكي كتير جدا، وتعملي منه مره واثنين وثلاثه وتشتغلي منه في حاجات اكتر يعني مثلا كنت عامله قبات الكنافه قبل كده بالمانجا، كنت حاطه عليها جيلو مانجا، لو ترجعوا في الفيديوهات اللي فاتت. بينفع جدا بصراحه في اي حاجه. هنا بقى حطيت صوصات كده زي ما انتم شايفين، الجيلوهات دي فوق الوش كده، وعملت بجيلو المانجا كمان. وعلى فكره الكميه بتاعت الملفي عملت لي طاجن كمان زي رز ريزو كده، بس بقى طاجن اصغر منه شويه يعني. الكميه كانت حلوه قوي وفرضت معانا كتير بصراحه، وما شاء الله الكب كبير وحلو يعني. بصراحه لو عندك مناسبه، عندك عزومه وعايز تعملي حلويات في السريع، هيبقى اسرع حاجه ممكن تعمليه، وخفيف جدا ومحبوب يعني. مفيش حد ما بيحبوش بصراحه، محبوب قوي بصراحه ما شاء الله يعني. انا بحس ان الطلب عليه لما بقول انا هعمل حلويات، نعمل ايه يا جماعه، اعملي كذا، فبحس ان هو الطلب عليه اكتر من اما بعمل سبونج كيك وبنقطعه وبنعمله كبات او طواجن يعني الحقيقه، وبيبقى طعمه سهل جدا، وكمان في الاكل بيخلص بسرعه جدا جدا. عايزه اقول لك ان بجد لو وصلت لحد هنا في الفيديو واستفدتي منه، ما تنسلاش في اللايك والشير والسبسكرايب لو انت لسه ما اشتركتيش في القناه. ودي لسه ما يعرفنيش، انا اميره سطور، ان شاء الله بنقدم وصفات سهله وبسيطه ولذيذه هتستفادوا منها باذن الله. حطيت ده بقى، عملته ميكس على بعض كده، جزئين فراوله على مانجا. خلصت بقى كل الكبات اللي عندي زي ما انتم شايفين بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، بسيطه جدا وسهله جدا جدا جدا، والله ما خدت مننا وقت نهائي. طلعنا بقى الشوكولاته بتاعتنا. الشوكولاته عايزه اقول لكم ان احنا ما حطيناش عليها اي حاجه نهائي يعني. انا في عادتي ان انا لما باجي اعمل شوكولاته من دي واحطها في ورقه ترانسفير، بحط عليها مثلا ايه نقطه زيت، بس علشان انا في الصيف انا مش عايزاها تسيح مني باي شكل من الاشكال نهائي، فسبتها زي ما هي، يا دوبك حطيتها في الميه ساحت وصبيتها في ورقه ترانسفير. وشوفوا هي طلعت اصلا يا دوبك، بس ما قلبتها على وشها كده كانت نشفت معانا في ثانيه وطلعت في الطبق زي ما انتم شايفين، ما اخدتش مننا وقت نهائي. ده الطبق اللي انا بقول لكم عليه اللي اتعمل معايا اكتر. ما شاء الله الكميه كانت حلوه جدا جدا، وكانت مرضيه بالنسبه لي من طبق الملفي اللي احنا اشتريناه. على فكره الطبق ده تقريبا كان عامل نص كيلو، وفي طبق اكبر كيلو حسب ما انت عايزه، بقى موجود عند مستلزمات الحلواني. انا شارياه من عند فور كيك، من عند استاذ طارق شربين. طبعا كذا مره اقول لكم على العنوان بتاعه يعني.
في شارع السلك ان شاء الله. اللي محتاج منه اي حاجه هيلاقيها موجوده عنده وبسعر يعني ايه، ما تحاوليش تقارنيه باي حد تاني يعني الحقيقه. الحاجه عنده نظيفه جدا جدا بسم الله ما شاء الله. هنا بقى شايفين التزيين رقيق جدا وبسيط ومش محتاج مننا اي تفكيرات او تعقيدات او اي حاجه من دي خالص. ممكن بقى تعملي من فوق روزيتات كده حسب يعني ايه ما دماغك تجيبك في التزيين. انا بس بديكي افكار، انت ممكن بقى يبقى عندك افكار تانية في التزيين. وطبعا ده لو انت بتشتغلي بقى اونلاين ممكن يبقى حلو جدا جدا في القبات دي، ان انت تتعاملي مع محلات اللي هو الكافيهات والكلام ده. ان انت تعملي الكلام ده وتديلهم. طبعا هيبقى، انا الحقيقه ما حسبتش السعر بتاع الكاب بيبقى كام، بس تكلفته ممكن مثلا الكاب يقف عليك ان انت يعني يقف علينا احنا في تزيينه والكلام ده بالخامات والحاجات دي. ممكن يبقى واقف معاكي مثلا الكاب ب10 جنيه، لانك انت بتحطي خامات نظيفه وحاجات كويسه وطعم شيك جدا، مش بنحط بقى اي كلام كده وخلاص. فطبعا انت ممكن تنزلي لي المحلات. بصوا مش قادره احسب لكم قوي عشان ما يبقاش برضو حرام ان انا اضيع التكلفه، ولكن انت ممكن بقى دي افكار ان انت ممكن تحطيها من صنف انت بتشتغلي فيه مثلا اونلاين او كده، وتقدري ان انت تصدري لي المحلات. وطبعا الصيف داخل علينا بقى، الحاجات دي بتبقى حلوه جدا، والناس في الصيف بتقف بقى عند عصارات القصب والكافيهات والكلام ده والكافي شوب والحاجات دي، بيبقوا ايه يطلبوها يعني. فطبعا انت لو عملتيها من ضمن اصناف انت ممكن تقدميها للمحلات وتبقى شغل اونلاين ليكي، هتبقى حلوه جدا جدا. وكمان هي مطلوبه وشيك وعايزه اقول لك ان هي خفيفه قوي في الاكل، فالناس بتطلبها كتير. طواجن الملفي او كبات الملفي حلوه قوي. شايفين بقى التزيين معانا رقيق جدا وبسيط ومدينا شكل حلو جدا جدا جدا. ما خدناش وقت كتير في التزيين، موضوع بسيط قوي قوي. يعني ايه ما كلفناش اكتر يعني. وكمان اللي لسه اول مره تخش المطبخ صدقيني هتعمليه بكل سهوله. شايفين بقى ده انا عملته بالطريقه دي وحطيت المعلقتين كده. انا كنت عامله الطبق ده مخصوص لواحده زميله ليا يعني، بحبها في الله بصراحه. بحب كل اصدقائي بصراحه والله العظيم في الله، ربنا يبارك فيهم ويبارك في صداقتنا يا رب اللهم امين. كان عاجبني جدا طبق المعلقتين اللي عكس بعض دول. شايفين بقى كميه الرقه اللي في التزيين، حاجه بسيطه خالص. شايفين ده بقى، ده واحد برضو من الطويل اللي احنا كنا عملنا قبل كده بيه كبات البسكوت بالكريمه. البسكوت الاوريو او البوريو اي نوع عندك يعني. شايفين بقى المنظر حلو قوي وبسيط جدا وسهل جدا جدا جدا، اي حد مبتدئ ممكن يعمله. حلويات بقى وتنفع اولادك بقى، وبيقعد في التلاجة على فكرة باليومين والتلاتة يعني. صلاحيته على فكرة شغالة معانا يعني، يعني ايه مش عشان احنا في الصيف صلاحيته بتنتهي مثلا يومين وتحس ان هو طعمه غير. لا ده بيبقى غير الكيك شوية وما بنشافش بقى ولا اي حاجة من دي. وكمان الكبات دي حلوة جدا عشان ليها غطا من فوق، فبتبقى معانا مريحة يعني بصراحة في السفر، او واخداه مودياه لحد هديه او مناسبه او الكلام ده. رايحه النادي وعايزه تعملي حلويات بسيطه معاكي ممكن تعمليه. وزي ما قلت لك ما تقليش من الكريمه عشان ما تسحش منك، وهيبقى معاكي زي الفل. وطبعا ده لما بيخش التلاجة بقى الجيلو اللي فوق ده بيبقى متماسك شويه، ما بيسحش مننا ولا اي حاجه خالص يعني، ما تقلقوش. والشوكولاته كمان والله ما سحت مني ولا حاجه، بس ما تحطلهاش اي زيت خالص ولا حتى ربع معلقه عشان تبقى متماسكه وتطلع منك كويسه جدا جوه القوالب. هنا بقى هنغطي بقى الكباب بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. الموضوع بسيط وسهل جدا جدا، وبقت معانا حلويات جاهزه وزي الفل. عايزه اقول لك بقى بجد اللي وصل معايا لحد هنا بالله عليكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. ومتشكره جدا جدا للناس اللي لسه متضافه معانا على القناه، ان شاء الله تستفادوا منها وباذن الله عيلتنا تكبر بيكم. وبرده املي في الله كبير. ويا جماعه الناس اللي بتتابعني من شربين اتفرجوا على الفيديو بتاع القاعه، قاعه استاذ احمد الجندي، قاعه مسبيرو، حدائق مسبيرو، طريق شربين الحطبه. ان شاء الله باذن الله اي حد هيحجز فيها ويقول له ان هو جاي من طرف اميره سطور له خصم حلو يعني. وان شاء الله الفرح بتاعكم يعني او اي مناسبه هتعملوها فيه هتبقى حلوه قوي. القاعه اوبن اير جميله جدا جدا بصراحه والله العظيم، ومكانها ممتاز وسط الخضره بقى والروايح الحلوه والورود البلدي. وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، واسيبكم في حفظ الرحمن ومع السلامه.